السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اسمي محمود أسامة، سينيور سوفت وير انجينير. هكون معاكم في كورس الكمبيوتر فيجن. الكورس إن شاء الله هيكون ممتع جدا جدا، وهنجو ديب في الطرق بتاعة الكمبيوتر فيجن، وهناخدها بشكل ممتع وبشكل علمي، بحيث إن احنا ناخد الجانبين، إن احنا نحب الموضوع وفي نفس الوقت نبقى فاهمين الموضوع ديب من الناحية العلمية ومن الناحية البراكتيكال از كودينج. طيب خلينا نبتدي. احنا هناخد النهارده introduction عن الكمبيوتر فيجن، هناخد اوفر فيو، هنتعلم انواع representations بتاعه الايمج، وهنعرف ايه الاوبريشنز اللي ممكن نعملها على الايمج. خلينا نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. اول سؤال بنسأله نفسنا: what does it mean to see؟ يعني ايه نشوف؟ simply كده ان انا ابقى عارف what is where by looking، يعني ابقى عارف ايه فين بالنظر. دوت نفس الكلام او نفس المنطق اللي هنتعامل بيه مع الماشين. هنبقى عايزين يعرف هو شايف ايه، او نخلي الماشين تتعلم تشوف ايه وشوف ايه ده موجود فين. الابليكيشنز بتاعت الكمبيوتر فيجن ممتعة جدا، زي الروبوتكس وزي الهيلث كير، ان احنا نديكت مثلا تيومرز في حتت معينة. روبوتكس زي ان احنا مثلا يبقى عندنا روبوت قادر يديتكت اوبجكتس ويتعامل معاها. في الجيمنج طبعا في الديتكشن، ان انا قادر اديتكت تو بيبول مثلا في الصورة ديت. في الايكوكولوجي، ان دولت مثلا عارفين نعمل سيجمنتيشن للفيشز اللي موجودة، واقول ان هم فيشز واحدد اللوكيشن بتاعهم، فده ديتكشن. وقادر برضه استخدمها في السيلف درايفنج، ودي حاجة مهمة جدا، او ابلكيشن مهم جدا للكمبيوتر فيجن. طيب، لو انا قادر احدد في الصورة اللي قدامي ان ده كاب اوف كوفي، برضو هبقى حابب ان الكمبيوتر برضو يبقى قادر يحدد نفس الحاجة، او يقدر يعمل كلاسيفيكيشن للايمج دي انها كاب اوف كوفي. نفس الكلام ان هو يقدر يكلاسيفاي الايمج دي انها كات. طبعا صورة زي دي تبقى صعبة جدا بالنسبة له، لان هو لو دي كاب اوف كوفي ودي اكات، يبقى دي كاب اوف كات، لان انا صعبتها عليه وحطيت له قطه جوه الكاب دي. انا اقدر اديكتها از هيومن، بس الموضوع هيبقى a little bit complicated بالنسبه للكمبيوتر. ماشي. why is vision hard؟ ليه الرؤيه صعبه؟ لو بالنسبه للبني ادم فاحنا بنشوف ده، بنشوف صوره، حتى لو صوره مبكسله فشايفين اوبجكت ممكن يكون بني ادم مثلا واقف، ودي الابعاد بتاعت الصوره وخلاص. بس الايمج مبكسله، بس ماشي اهو انا شايف. بس الموضوع في حالة الماشين بيكون أصعب بكتير. يعني أنا هنا الصعوبة عندي إن أنا أشوف ايمج مبكسلة. في حالة الماشين الموضوع كله عبارة عن نمبرز، وهنفهم النمبرز دي بتريبريزنت إيه قدام. بس خلينا فاهمين إن الايمجز في حالة الماشين هي شوية أرقام. حلو جدا. خلينا نكمل. ماشي. طيب، برضو الفيجن از هارد بالنسبة للبشر. يعني إن أنت تبقى قادر تميجر وتقارن بعينك، ساعات العين بتكون خداعة. ونفس الكلام في حالة الماشين، الايمجز اللي ممكن تخش الماشين ممكن تكون بالنسبة له تريكي، بس الماشين بيبقى بيوصل لمرحلة ان هو عنده قدرة احسن ان هو كلاسيفاي ويديتكت الحاجة اكتر من البني ادم. طيب الاكزامبل اللي قدامنا ده لو سألتك هل البي اغمق ولا افتح من الايه؟ خد مثلا كده 10 ثواني، فكر و... والاجابة بتاعتك. طيب، انا هشيل كل حاجه من حوالين البي والاي واسيب البي والاي بس مع بعض. ماشي. البي والاي طلعوا نفس اللون، هما الاتنين نفس اللون بالظبط. فده معناه ان انا عيني كانت خدعاني، وكنت شايف ان البي افتح من الاي بسبب الانفايرمنت اللي حوالين البي. ودي الحاجه المهمه اللي البني ادم ممكن يقع فيها، بس الكمبيوتر ممكن يكون احسن من البني ادم فيها. طيب، لو انا عندي شويه colored figures بالمنظر ده،
فانا قادر اديتكت ان انا عندي 3 figures وفي ورا باك جراوند. فور كمبيوتر بيكون الكلاسيفيكيشن بتاع الحاجة ان في objects وفي باك جراوند. ده كلاسيفيكيشن مهم، لان at some point البروسيسنج بتاع الحاجة as a foreground و background بيكون much more applicable. زي اللي احنا شايفينه قدامنا التلاتة objects، حولناهم لcolored. colored وخلاص، مش فارق معايا اللون بتاعهم. واخدين black color، والباك جراوند خليته وايت كلر. يعني الباك جراوند لو احنا حسبنا ان دي جريد اكس اكسس وواي اكسس، دي واي ودي اكس، فواي كابيتال اوف اكس اند واي بتساوي زيرو فور جراوند بيكسلز. يعني كل الابيض ده البيكسلز بتاعته بتساوي صفر. احنا عارفين الصور بتتكون من بيكسلز، فكل الباك جراوند ابيض. وفور اوبجكتس الواي كابيتال اوف اكس اند واي بتساوي ايه؟ بتساوي 1. يبقى انا كده عندي بلاك اند وايت ايمج. ده بيكون اسهل في التعامل بالنسبه للماشين، ان انا او اسهل في الريبريزنتيشن ان انا represent figures و backgrounds على طول و neglected colors وكده. طيب، ايه هي ال different fields اللي انا مهتم بيها في الكمبيوتر فيجن؟ لو انا عندي صوره زي كده فيها بني ادمين وفي باك جراوند وفي جراس وفي شجر، الكمبيوتر فيجن هو simply ان انا بيبقى عندي image او sequence بدخلهم على function معينة، وبطلع output label او image تانية او sequence. خلي بالنا الكونسبت ده موجود في الديب ليرنينج عامة، ان انا بيكون عندي input بدخله على mathematical function بنسبة كبيرة بتكون non linear، فبتطلع لي output معين. application من الابليكيشن هو السيجمنتيشن، ان انا بسيجمنت الحاجات اللي موجودة في الصورة. السكاي بديها لون اخضر غامق واسميها سكاي، والتري بديها اخضر فاتح واسميها تري، والبيلدينج بسميها بيلدينج، والجراس بديها لون بني واسميها جراس، والبيبل بديهم لون احمر. وده اسمه سيمانتك سيجمنتيشن عشان مديهم كمان ليبلز مع بعض. طيب ماشي. ابلكيشن تاني من الكمبيوتر فيجن الا هو ديتكشن، ان انا قادر اديتكت البني ادمين اللي موجودين في الصورة. يعني انا شايف ان في بشر ورا وشايف ان في بني ادمين هنا، فقادر اديتكت كل البيرسونز او البيبل اللي موجودين في الصورة. برضو ابلكيشن من الابلكيشن اقدر اريكوجنايز شخص معين في الصورة. اقدر اريكوجنايز الشخص دوت واقول ان الشخص دوت عارف البروفايل بتاعه وعارف اسمه ايه وهكذا وكذا وكذا، فاقدر اريكوجنايز شخص معين. برضو واحد من الابلكيشنز اللي هو الايمج كلاسيفيكيشن، ان انا اقدر اكلاسيفاي الصورة ديت إنها كات بس بنسبة 82%، ودوج بنسبة 15%، وهاد بنسبة 2%، ومج بنسبة 1%. فبنسبة كبيرة بتكون هات. في الكلاسيفيكيشن عامة بيكون بنسبة معينة، وهنشوف دوت قدام إن شاء الله. وزي ما احنا شايفين الايمج بتاعتنا بيكون الريبريزنتيشن بتاعها هو عبارة عن شوية values، والvalues دي هي الvalues بتاعت البيكسلز. وده فعليا الكمبيوتر بيشوفه هو values بتاعت بيكسلز. طيب حلو جدا. ايه هي التشالنجز اللي ممكن تقابلنا في الكمبيوتر فيجن عامة في معظم الابليكيشنز؟ هي مين التشالنجز اللي احنا هنقولها دلوقتي؟ ان انا ممكن يكون عندي صورة بني ادم زي ده بس بيبص في اتجاهات مختلفة. فانا مطلوب مني as application ان انا اكلاسيفاي الصور التلاتة دول ان هما مثلا ميل، او ان انا اديتكت شخص معين بحد ذاته من خلال التلات صور دول. وده طبعا اختلاف الفيو بوينت، ده بنسميه فيو بوينت فاريشن، يعني اختلاف الحتة اللي هو بنبص منها على الشخص او الاوبجكت بتاعنا، يعني الحتة اللي الصورة متاخدة منها. حاجة تانية اللي هو الالومينيشن كونديشنز، يعني ظروف الإضاءة. فممكن تكون لو أنا عندي
شوية البطاريق دولت واقفين، فممكن تكون الإضاءة متوزعة بشكل مظبوط عليهم كلهم زي ما احنا شايفين. ممكن تكون الإضاءة متوزعة من الداخل بالمنظر ده، ممكن الإضاءة تكون متوزعة من الجنب بالمنظر ده. اكشلي هما التلاتة نفس الصورة، بس باختلاف مصدر الإضاءة ومكانه بتختلف شكل الصورة اختلاف كلي. فبرضه محتاجين نكلاسيفاي او نديتكت او نابلاي الكمبيوتر فيجن ابلكيشن بتاعنا على الثلاث صور، ومفروض يطلع نفس الريزلت بالنسبة للتلاتة. تالت حاجة معانا اللي هي السكيل فاريشن. طبعا السكيل ان انا محتاج اكلاسيفاي ان دوت ميل وان ده برضو ميل، باختلاف السكيل بتاعهم في الايمج المهول زي ما احنا شايفين. يعني احنا شايفين ان ده اكبر بكتير من ده، بس محتاج اكلاسيفاي الاتنين نفس الحاجة. رابع حاجة معانا الديفورميشن. ان انا ممكن يكون معايا صورة قطة عادية، بس القطة نفسها حصل لها ديفورميشن زي ما احنا شايفين كده، قاعدة في وضع مش مظبوط، ملفوفة حوالين نفسها. فلو الديتكتور بتاعنا بيديتكت ان القطة لازم تكون واقفة على 4 رجلين بالمنظر ده، وتكون طالع لها راس ودان كده، فهو مش هيقدر يديتكت دي انها قطة مع انها قطة فعلا. فاحنا محتاجين نديتكت ان في كات في الصورة هنا، او نكلاسيفاي الايمج دي انها كات ايمج. برضو حاجة من الحاجات الاوكلوجن، ان انا ممكن يكون في جزء من الصورة كبير ممسوح او مختفي ورا حاجة، واللي باين بس جزء من وش القطة، فبرضه محتاج اكلاسيفاي الايمج دي انها كات. برضه حاجة من الحاجات اللي بتأدي لتشالنج كبيرة في الكمبيوتر فيجن الباك جراوند كلاتر. ان انا عندي قطة هنا اهي، بس قاعدة على سجادة بنفس التكتشر بتاعها بتاع القطة نفسه. فالموضوع very challenging بالنسبة للكمبيوتر فيجن الجوريثم. اخر حاجة معانا الانترا كلاس فاريشن، وده معناه ان انا ممكن يكون عندي الحاجة نفسها في منها فاريشنز رهيبة. زي مثلا لو انا هقول عندي محتاج اكلاسيفاي كلاس بتاعت شير، ادي صور للكمبيوتر فيجن الجوريزم بتاعي فيكلاسيفاي ان الصورة دي صورة كرسي. فلو انا شايف دلوقتي في فاريشنز مهولة للحاجات اللي ممكن اقول عليها شير، فده بنسميه انترا كلاس فاريشن، الفاريشن في الكلاس. حلو جدا. ماشي. الايمجز عامة ممكن تتريبريزنت في ميني فورمز، اشهرهم الار جي بي، الجراي سكيل، والبلاك اند وايت. نفس الصورة اللي قدامنا دي، ده الشكل بتاعها في الار جي بي اللي هو ريد جرين بلو، هنلاقي الالوان بتاعت الصورة كلها موجودة. الجراي سكيل بتبقى البيكسلز بتتراوح او الالوان بتاعتها بتتراوح من زيرو اللي هو بنعتبره اكتر حاجة وايت واكتر حاجة فاتحة، ل ومثلا 255 لأكتر ليفل غامق. فبيبقى في سكيل بتوين الفاتح قوي والغامق قوي بس بتاع جراي. يعني في عندنا أبيض ودرجات الجراي كلها والأسود، وده بيتراوح بتوين رينج معين بيعمل لي بتوين من 0 ل 255 درجة من درجات الجراي. طبعا نفس الكلام بيكون موجود في الار جي بي بس للتلاتة سكيلز. للار من 0 ل 255، والجي من 0 ل 255، والبي من 0 ل 255. والكومباينيشن ما بين التلاتة فاليوز، مثلا لو قلنا ده 10 وده 1 وده 100، فده في الآخر بتبقى فاليو بتاعت بيكسل واحدة فبتطلع ملونة زي ما احنا شايفين. هنا بتبقى فاليو واحدة مش تلاتة فاليو لكل بيكسل، عشان كده بنسميه جراي سكيل. هنا في بلاك اند وايت يا اما زيرو يا اما 1 يا اما فاتح يا اما غامق، كل بيكسل بتاخد يا اما زيرو يا هاي يا لو، يا اما فاتح يا اما غامق. فده الشكل بتاع البلاك اند وايت. طيب الريبريزنتيشن بتاعها بالنسبه للكمبيوتر، فاحنا قلنا ان احنا بالنسبه للار جي بي فبيكون عندي 3 تشانلز. بالنسبه للبلاك اند وايت وجري سكيل فبيبقى عندي تشانل واحده في كل حاله منهم. بالنسبه للبلاك اند وايت فيا اما بزيرو يا اما بوان، زي ما احنا شايفين اون واوف اون واوف بالمنظر ده. بالنسبة للجري سكيل فبتتراوح من بين 0 لغاية 255، أكتر حاجة فاتحة 255 أهي،
واكتر حاجة غامقة هي زيرو اهي. بالنسبة للار جي بي فبيكون عندي 3 تشانل، 0 و1 و2. كل تشانل بتريبريزنت كلر ريد جرين بلو. وبعد كده الصورة بتاعتي الحجم بتاعها يبقى حجم طبيعي. فيبقى كل واحدة من دول بتاخد فاليو، كل بيكسل من دول بتاخد فاليو من 0 ل 255. والكومباينيشن بتوع التلاتة بيكسلز مع بعض اللي ورا بعض بيدوا الفاليو بتاعة certain بيكسل في الايمج بتاعتنا. طيب، حلو جدا. يبقى انا عندي الايمج بيبقى فيها هايت، بيبقى فيها width، وبيبقى فيها سي اللي هو النمبر اوف channels. في حالة ال RGB فبيبقى السي equal 3. في حالة الجراي سكيل السي بتبقى 1. وفي حالة البلاك اند وايت السي برضو بتكون 1. فده الشكل بتاع الايمج بتاعي، channel width وهايت. طيب، برضو عشان ممكن ابقى مهتم ان انا اعمل بروسيسنج للايمج في شكل لينير، فانا اقدر احول التلاتة تشانل ماتريكس ل 1 دي فيكتور عن طريق الفلاتننج. ودي حاجة هنشوفها، فيتشر هنشوفها في البروجرامينج، ان انا اقدر افلاتن الايمج بتاعتي ما هي 3D بالمنظر ده، 3 دايمنشن سوري. 3 dimensions W و C و H تبقى 1D 1D بالمنظر ده. الريد، بعد كده الجرين، بعد كده البلو. طيب، ايه هي الاوبريشنز اللي انا ممكن ابلايها على الايمج؟ زي ما احنا شايفين لو خدنا بالنا من الصورة اللي قدامنا دي، فانا ممكن ابلاي اوبريشنز على البيكسل بيكسل باي بيكسل. ممكن مثلا اجمع رقم على البيكسل، ممكن اطرح رقم، ممكن اصفر فاليو بتاعت بيكسل معينه. ده اسمه بوينت اوبريشن. بابلاي اوبريشن على بيكسل باي بيكسل او بوينت باي بوينت. في اوبريشنز تانية اسمها نيبرهود اوبريشن. بابلاي الاوبريشن على مجموعه من البيكسلز حوالين بعض، والاوتبوت بيفكت في 1 بيكسل في الاوتبوت. يعني لو دي الانبوت ايمج ودي الاوتبوت ايمج، فمجموعة input بيكسلز بتأفكت single output بيكسل. ده بنسميه filtering. طيب، فلو انا عندي دي الايمج الاوريجينال بتاعتي، ولد بيغسل سنانه، تعالوا نشوف ايه الاوبريشنز اللي احنا ممكن نابلايها عليه. ممكن تكون دي الاوريجينال ايمج، لو انا خليتها داركر يعني ضلمتها فده هيبقى الشكل بتاعها. ممكن اخليها لايتر بالمنظر ده فده هيبقى الشكل بتاعها. ممكن اعمل لها انفيرت، يعني الابيض هيبقى اسود والحاجة الفاتحة تبقى غامقة بالمنظر ده. ممكن اعلي الكونتراست بالمنظر ده. ونخلي بالنا الفرق بين لايتن والكونتراست، ان اللايتن انا كأني بجمع رقم او يعني كأني بطرح رقم ثابت من كل الصور. لان انا عارف ان اللايت الابيض او النور هو بزيرو، الفاليو بتاعت البيكسل بتبقى بزيرو. فكأني بشيل فاليو ثابتة من كل البيكسلز. بشيل مثلا فاليو ب 5 من كل البيكسلز، فكل البيكسلز تعمل لها لايتنينج بنفس الفاليو. فهنا هي لينير فانكشن، اللايتن هي لينير فانكشن، والداركن هي لينير فانكشن، بجمع رقم ثابت على كل البيكسلز. حتى الباك جراوند هنا اتأفكتد. الكونتراست انا بابلاي زي يعني بقلل الفاليو بتاعت البيكسلز بس بشكل مش لينير. يعني ايه؟ يعني بقى ممكن اكون مثلا بقسم الفاليوز كلها على رقم، فكده الارقام كلها قلت بس مش كلهم قلوا بنفس القيمه. لو في بيكسل الفاليو بتاعتها ب 100 هتبقى ب 50 فقلت 50. لو في بيكسل الفاليو بتاعتها ب 50 هتلاقيها قلت 25. لكن في الكيس هنا لو بطرح 50 من كله هتلاقي البيكسل اللي ب 100 بقت ب 50 والبيكسل اللي ب 50 بقت بزيرو. فده الفرق بين اللايتن والريز كونتراست. الكونتراست بنزود التباين، الحاجة بقت بتتباين أكتر. اللور كونتراست يعني بقلل التباين، يعني كأني بضرب في فاليو لكل البيكسلز. فمش كلهم بيزيدوا بنفس القيمة، لأن البيكسلز اللي قيمتها أعلى هتبقى أغمق بسرعة، والبيكسلز اللي قيمتها أصلا فاتحة مش هتتأثر أوي.
في حاجة اسمها linear lower contrast، يعني مش هابلاي نفس الفانكشن بنفس الشكل عليهم كلهم. وفي حاجة اسمها non linear race contrast، يعني مش بابلاي contrast بنفس الفانكشن عليهم كلهم. طيب لو شفنا شكل الفانكشنز اللي احنا ممكن نابلايها على الصورة، ودي point operation او pixel operation، بابلاي الاوبريشن بيكسل باي بيكسل او point باي point. هنلاقي ده المنظر. لو الاوريجينال ايمج هي x، يعني كل فاليو من هنا الفاليو بتاعتها اكس، هنعوض مكان الاكس بالفاليو بتاعت البيكسل. فالداركن هو ان انا هطرح منهم 125، هعمل سبتراكت ل 125. واللايت ان انا هجمع 100 128، سوري 128، اطرح 128 وهجمع 128. الانفرت هقول 255 ماينس اكس، يبقى كده عملت انفرت، لان انا عارف ان انا لو الفاليو بتاعتي زيرو لو عايز اعمل لها انفرت هتبقى 255. الفاليو 255 عايز اعمل لها انفرت فتبقى الفاليو بتاعتي زيرو، وهكذا الارقام اللي في النص. لو عايز الور الكونتراست هقسم على اتنين، فيبقى كده قللت الفاليوز. لو عايز اريز الكونتراست هضرب في اتنين، يبقى كده زودت الفاليوز. لو عايز اعمل نون لينير لور كونتراست، فبقى ابلاي برضو نون لينير اوبريشن، بقلل الفاليو بتاعت الاكس بس بشكل نون لينير. بقول باور 1 اوفر، يعني دي في الاخر روت كيوبيك روت. وهنا بعمل سكويرنج للاكس اوفر 255 تايمز 255. يعني هو احنا مش مهتمين قوي بشكل الفانكشن، بس ده اكزامبلز للبوينت اوبريشن اللي احنا ممكن نابلايها على الصورة. بعد كده هنشوف الكلام ده في شكل افضل، اللي هو الشكل بتاع البروجرامينج، فنبقى فاهمين ازاي بنعمل الكلام دوت احسن. طيب ايه هو الشكل بتاع الاوبريشن اللي احنا ممكن نابلايه؟ بس مش بوينت، اللي هو النيبورهود اوبريشن، هو الفلترنج. يعني ايه فلترنج؟ ان انا باجي اعمل كونفوليوشن، باجي ابلاي حاجه اسمها فلتر. الفلتر ده بيبقى يعني شويه فاليوز، وبيكون ليه حجم معين، في الكيس بتاعتنا 3 باي 3. تمام. الفلتر ده بيبقى زي ما احنا شايفين واخد شويه فاليوز، وبعمل لهم ابلاينج على مجموعه من الفاليوز من الايمج جنب بعض، زي اللي احنا شايفينه ده. ده هتلاقيه بيأثر فين؟ بيأثر في سنجل بيكسل في الاوتبوت. فهو بياخد الفاليوز ديت، بيعمل لها كونفوليوشن، بروسيس اوف كونفوليوشن، ويطلع فاليو واحدة في الاوتبوت. الكونفوليوشن ده بيتعمل ازاي؟ بيضرب كل رقم في الرقم الكورسبوندنج بتاعه في الفلتر ويجمعه على باقي الارقام. ف2 في 1، 0 في نيجاتيف 1، 1 في 0، 0 في 2، 1 في 1، 0 في 1، 3 في 0، 2 في نيجاتيف 1، و0 في 2. ويجمعهم كلهم على بعض هتلاقيه طلع 1. بعد كده يروح مشفت الفلتر بتاعه لليمين 1 ستيب، ويروح عامل نفس الكلام للناين elements اللي هنا، لان هو فلتر 3 في 3 ففي 9 elements. ويروح مطلع الفاليو بتاعت البكسل اللي جنبها. بعد كده يشفته تاني مرة للجنب. بعد كده بقى يبتدي يشفته لتحت، ياخد الاليمنتس دول، وهكذا يفضل ايه، يسكان الايمج بالفلتر، يفضل ماشي على الايمج واحدة 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 بالفلتر، ويحدد الفاليوز بتاعة البيكسل بتاعة الاوتبوت يوزنج الفلتر. طب احنا هنجو ديب دايف في الكونسبت بتاع الفلترز والسي ان انز، بس ده انترودكشن بسيط عشان نبقى فاهمين احنا هنشتغل ازاي في الكورس بتاعنا. حلو جدا. احنا خدنا انترودكشن كويس جدا عن الكمبيوتر فيجن، خدنا اوفر فيو، بقينا فاهمين ايه الريبريزنتيشنز المختلفة اللي احنا ممكن نستخدمها throughout الكورس بتاعنا. اخدنا الديفرنت اوبريشنز اللي احنا ممكن نابلايها على الايمج. وان شاء الله المرات الجاية هنجو ديب مور في الكمبيوتر فيجن كونسبتس، وناخد programming examples and assignments. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.